بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سعادة القنصل العام الأستاذ أمين حسان، سعادة نائب القنصل العام الأستاذ أبو عقيل، الأستاذة أوزلم بازوس نائب الرئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، السادة المشايخ الكرام، الأساتذة الأفاضل، الحضور الكريم، خير ما نفتتح به مثل هذا اللقاء الرمضاني القرآني المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة الشيخ عبد العالي الغربي، فليتفضل مشكورا. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, sehr geehrter Generalkonsul Herr Amin Hassan, sehr geehrter stellvertretender Generalkonsul Herr Sayyid Abu Uqail, liebe Özlem Basic, stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, geehrte Imame aus Bahrain, aus Ägypten und aus Marokko, herzlich willkommen in Ihrem Land. Herzlich willkommen in Deutschland. Vielen Dank, dass Sie es möglich gemacht haben, dass wir in diesem heiligen Monat mehr denn je uns dem Koran widmen, in seiner ganzen Pracht und in seiner ganzen Schönheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala Ihnen alle dafür danken. Alle Honorationen, alle Exzellenzen, die da sind, Geschäftsleute, Menschen, die die Zivilgesellschaft vertreten bei uns hier in Deutschland, die nicht alle namentlich nennen können, aus Zeitgründen heiße ich herzlich willkommen. Und wir eröffnen unsere Veranstaltung mit einer Koranrezitation, die unser geehrter Imam Sheikh Abd al-Ali al-Gharbi vortragen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür belohnen. Sadaqallahu al-Azim. Sadaqallahu al-Azim. الذي جعل قلوبنا تنفتح للقرآن الكريم والذي جعل إيماننا يصعد بسماع كلامه العظيم. أيها السيدات وأيها السادة، نحن نحتفل هذا الاحتفال، احتفال القرآن الكريم، مع مشايخ أعزاء علينا من مصر، من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وكذلك من الأزهر الشريف الذي شارك معنا ولأول مرة في ألمانيا في هذه التحفة الرمضانية، ومن دولة البحرين الإضاءتين الشيخان البارزان اللذان لهم حضور بتلاوتهم ولهم حضور بأخلاقهم ولهم حضور بعلمهم ولهم حضور بكل من يقدمونه في سبيل الله. وأشكر سعادة رئيس الوقف السني أخي الأستاذ راشد الهاجري الذي يقف على هذه العملية بنفسه، كما يقف معالي وزير الأوقاف على العملية بنفسه، وكما أن الأزهر الشريف يختار لذلك. ولا يفوتنا أن نذكر هذه البركة التي تأتينا من المملكة المغربية، ليس فقط اليوم، إنما بدأت هذه المسيرة قبل عقود من الزمن. تأتي وفود من خيرة القراء القرآن الكريم ومن العلماء الأجلاء تحت الرعاية المولوية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ أن يقف على خدمة كنا نقول جاليته، ولكن الآن أصبح الخير يعم جميع المسلمين في هذه البلدان التي هي أوطاننا. ونذكر هنا كذلك المؤسسات المشرفة، وزارة الأوقاف ومؤسسة الحسن الثاني، ونقول لهم شكرا لكم مع إخوانكم أنكم فتحتم لنا هذا الخير
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يجعله مستداما بإذن الله أعواما كثيرة وأزمنة مديدة. سيلتحق بنا بعد قليل سعادة نائب السيدة السفيرة زهور علوي الأستاذ نور الدين عامر، الذي ونحن نحتفل اليوم نحتفل مع بداية العطلة المدرسية في المنطقة، فهناك بعض الإشكالات. وللأسف الشديد هذه ماركة ميد إن جيرماني أصبحت لا تشرفنا في القطارات. القطارات في المغرب البراق أحسن، وفي مصر أحسن، وفي البحرين أحسن. للأسف الشديد أن القطار لم يعد يوفي بميعاده. الأستاذ نور الدين سافر بالقطار، ولكن سيلتحق وستكون له كلمة نيابة عن سعادة السفيرة وعن سعادة القنصل العام المغربي الذي تغيب هو الآخر. نرحب كذلك بفضيلة الذي التحق بنا فضيلة الشيخ الميلود حسيني عضو المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، وفضيلة الشيخ أحمد هليل أقول إمام الأئمة أو ما لا أقول، يعني الشيخ الفاضل الذي فضله وسع هذه المجالس والمجامع، ولكن له فضل خاص علي لأنه أستاذي الذي علمني وتتلمذت على أيديه. فإن كان هناك من خير فهو منه، وإن كان هناك من شر فغض الطرف فهو مني ومن الشيطان. الأستاذة أجل بازوس ستمثل اليوم السيد الأمين السيد رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا الذي تغيب هو الآخر. ركب القطار ووصل إلى مدينة هانوفر، وشاء الله أن يرجع إلى برلين لأن زوجته دخلت المستشفى، فكان عليه أن يرجع إلى برلين. ونسألكم الدعاء ومشايخ الكرام الدعاء لأن يشفي زوجة أخينا الأستاذ أيمن الذي كنا نريد أن نقيم له حفلا توديعيا في هذا المحفل الجميل على ما أبلى من بلاء حسن وعلى ما قدم من جهد فاق 20 سنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما قدمه في ميزان حسناته. الكلمة الأولى ستكون للمجلس على المسلمين، ستلقيها عليكم الأستاذة بازوس نائبة الرئيس والأمينة العامة لمؤسسة أتيب التركية هنا في ألمانيا، الذي يعتبر عضو مؤسس في المجلس الأعلى للمسلمين. وأستسمح und mich, dass du das sehr viel Arabisch lastig hier ist, aber bis zum nächsten Ramadan hast du Arabisch gelernt, inshallah, und der Hälfte dann auch auf Arabisch. يعني اعتذرت لها على أننا سنتحدث بالعربية أكثر من الألمانية، وطلبت منها أن تتعلم العربية من هنا إلى رمضان المقبل لتلقي كلمتها باللغة العربية. أما الآن فستلقيها باللغة الألمانية، وقد تتفضلي مشكورة. Stage is yours. für deine Rede, Özlem.